انصار المولوديه. اسمع، انصار المولوديه، واحد في برمنغهام، واحد في ليفربول، واحد انصار المولوديه اكو عايشين في الجزائر. مادام عطيتنا مثال الجزائر انصار المولوديه طيله قرن من الزمن وهما صابرين ميدو. اعطيني الالقاب، شحال عندهم لقب رابطه ابطال افريقيا؟ لقب واحد. هذه عادي. نادي عنده قرن عنده لقب واحد فقط لدوري ابطال افريقيا وتقول لي لازم يلعب دائما على الالقاب. اي القاب حبيت نفهم ميدو، اي القاب بطوله الجزائريه؟ الا نتكلموا على بطوله ماشي لقب. الا نتكلموا على البطوله الجزائريه سوناتراك عندها من 2015 في المولوديه، اكثر من 2010 منذ تاريخ ولا لقب. لا يعني دو 2010 لقب في اول في 2000 وهذا ما كان، هذا ما كان. ورا الانديه الكبيره تاعنا تلعب على الالقاب. بطوله افريقيه ما ديناهاش من ملي حبست السطير 2014 ما كاش. اليوم انايا يعني المثال تاعي اللي يعجبني وكاع هو نادي البارادو. سان كلوب فورماتور. المولوديه في الجزائر لازم تكون مثل الاهلي في مصر، لازم يكون عندها القاب كل عام تتنافس في دوري ابطال افريقيا. ميدو هذه الهضره تقولها لي انا نقول لك بانه احنا قادرين، لانه لابات او الموهبه موجوده، الاموال موجوده، الرجال موجودين، الشغف موجود، جماهير موجوده، معليش موجود. احنا والله لكن احنا نخلي المفسدين هما اللي يتحكموا في الامور. 1962 وحنا نحكيو بلاد كره قدم. شحال عندنا كاس افريقيا؟ زوج. شحال الالقاب القاريه للنوادي اللي عندنا؟ شحال لازم نحطوا روحنا ثاني شويه. احنا ثاني الفو كون سبوز نهبطوا بهذاك من هذاك النياج اللي رانا مخيلين وعايشين فيه. كالما اومبري بالعقل برك لازم نتحطوا ايضا ونخموا تخمام لوجيك. اعطيني عدد الالقاب القاريه للانديه الجزائريه. هل هو نفس عدد؟ عباك بلي وليك دي شامبيون الاهلي وحده عنده الدوبل تاع لي تيتر الجيريا. احنا بي فوتبول. احنا لازم نديروا الاهلي مثال. نفخوا نبداو نفخ العجله. احنا لازم نحطوا احنا بي فوت ومنا الوغ كو كلوب ايجيبسيان واحد عنده اكثر من لي كلوب الجيريان كاع اللي لازم تحط الاهلي مثال. ترجي تونسي، ترجي تونسي العوج كاين. تونس عندهم دراهم اكثر من الجزائر؟ جاوب. لا كيف ترجي التونسي عندهم عقليه احترافيه وكره القدم غير مربوطه لا بالسياسه ولا بشيء اخر. باللي منذ 10 سنوات قريت بانه كان عنده طائره خاصه. ترجي تونسي عنده طائره خاصه، نهار كان سليم شيبو عنده طائره خاصه يتنقل بها الى ادغال افريقيا. سليم شيبو كان متكي على نسيبو دوك ما ندخلوش في سياسه البلدان. تسمى ميدو الوقت بن عليه وما كان يحدث في تونس. كان الوداد والرجاء في المغرب، الترجي والنجم الساحلي في تونس، الاهلي والزمالك في مصر، الانديه السعوديه حدث ولا حرج. نعطيك امثله فقط. هذوك زيد بروفيسيوناليزم سوري بومبا باش نسكتوا. تيبي مازومبي وقتاش بدا الاحتراف؟ جاوب. كان عنده كريسكا طومبي منذ 10 سنوات. عنده كريسكا طومبي ومولودي هذا سوناتراك يا ميدو راح نخرج اليوم راح تخرجني من الجزء يا ميدو. مان بوليتيك. واش عنده تيبي مازومبي؟ عاود الاسم نسمع. كريسكا طومبي واش يبان امام سوناتراك؟ ما يبانش امام سوناتراك، يبان هكذا امام سوناتراك. كيفاش عندك سوناتراك تقول لي ما نقدرش ندير سياسه؟ ماهيش سياسه وحده. نقدروا نتغمقوا نروحوا وين ما نقدروش نوصلوا. دوك تحب نلحقوا وين ما نقدروش نوصلوا نلحقوا. بداية إسناد المهام إلى أهلها محمد، قلت لك في كم من مرة في هذا البلاطو محمد، بداية إيجاد الحلول هي إسناد المهام إلى أهلها. ما دام اللاعب السابق أمامنا مونديالي هنا في البلاطو لا يوجد حتى مستشار في فريق أو شيء من هذا القبيل، لا يوجد إيجاده. تعال نتكلم في الميدان الكروي الجزائري من يوجد. امين كاين لاعبين اسمح لي الاموال ميدو موجوده ولكن الافكار والرجال يجسد الافكار غير موجوده. الحمد لله. والله بارك الله فيك. ما مسك ريفونو الكلام وبرك تعقيب واحد صغير. ميدو خلاص. اللاعب السابق اللي عنده المؤهلات باش يكون، باسكو ياما لاعبين سابقين دخلوا انديه في حيط ومازال رانا نشوفوا فيهم اتيتر ديكزومبل سو كي ترافاي مازالهم اون بوست مدخلين دي غران كلوب في حيط. être un ancien joueur ne veut pas dire que avoir la vérité totale في الفوتبول. تقدر تكون ان ancien joueur وتكون تعرف فوتبول، باسكو نعرف دي جوار يلعبوا فوتبول ما يشوفوش فوتبول. نعم. رحم الله خالد مفتاح مساعد مدرب نادي مولودية البيض، ورحم الله زكريا بوزياني حارس نادي مولودية البيض، رحمهما الله واسكنهما فسيح جنانه والهم ذويهما الصبر والسلوان. تعازينا الخالصة لكل الأسرة الرياضية في الجزائر. نتمنى فقط ألا تتكرر هذه الحوادث. سوقوا بحذر، ليس فقط للرياضيين وإنما لعامة الناس. سوقوا بحذر، عائلاتكم في انتظاركم. مشاهدي الأفاضل برنامجنا متواصل، سنلتقيكم بعد هذا الفصل. بالماضي 50
لاعبا كلهم مستعدون من أجل اقتناء تذكرة السفر والذهاب إلى أبيجان، ذهاب إلى كوت ديفوار تمثيل الجزائر وتشريفها في نهاية كأس أفريقيا المزمع إجراؤها بين 13 جونفي و 11 فيفري. كأس إفريقيا مهمة جدا بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري. الجزائر تمر بمرحلة زاهية من حيث التعداد، من حيث اللاعبين، من حيث المواهب، من حيث النجوم الموجودة في المنتخب الوطني الجزائري، ومن حيث الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يدخل عامه الخامس مع المنتخب ويعرف كل شيء، يعرف كل الخبايا. سبق له أن فاز بكأس أفريقيا، وسبق له أيضا الخروج من الدور الأول، ذاق الحلو وذاق المر. الآن هو مطالب بالذهاب إلى أبعد حد في هذه المنافسة. قاسي سعيد ميدو ظل يتشدق علينا هنا في البلاطو بأنه بالماضي لن يأخذ معه إبراهيمي، ولكن إبراهيمي أنا وجدته في القائمة الموسعة. نعم موجود في القائمة الموسعة، حتى عدة لاعبين. غلام أيضا موجود في القائمة. الهندي. قاسي سعيد تعرف لما سألته على غلام وش قال لي؟ قال لي حتى في لو بوتي كوان في رأس بالماضي لا يوجد اسم غلام، ولكن موجود في القائمة الموسعة. لا موجود في القائمة الموسعة، ولكن 27 راح تكون صعيبة محمد. لازم الناخب الوطني والستاف ديالو باش يخيروا هاد 27 لاعبين، عندهم راح يسهروا ليالي باش يخيروهم محمد. نتمناو نشوفوا منا حتى وين يخيروا هاد اللاعبين ما يكونوش اصابات خطيره، ونتمناو قالت ايضا انا شفنا مندي رجع في المقابله الاخيره اليوم، ربما بدون شك بالنصر راح يكون يلعب المباراه. نعم يلعب المباراه اساسي، وهذا يعني يبشر بالخير للمنتخب الوطني. اليوم بالماضي كما تكلمت انت النهائيه تاعو الثالثه تاعت 2019 مصر والكاميرون، اليوم عندنا كوت ديفوار. راح نلعبوا المجموعه تاعنا في مدينه اللي تحب الجزائر، بواكي تحب الجزائر. في 84 استقرينا تما احنا في 84، وكان تقريبا السكان تاع بواكي كلهم يناصروا المنتخب الجزائري. نظن خلينا انطباع لاباس به، من بعد نشوفوا نحلوا على القائمه. في هذه المدينه قاسي معتدل محمد 30 درجه، يعني تقدر تلعب بكره تلعب عادي، وخاصه عندنا زوج مقابلات على 8 تاع الليل. نظن بلي تلعب عادي، ما راحش يكون مشكل تاع الحراره او الرطوبه. وحنا دائما حنا نقولوا ننتميوا لهذه القاره محمد، ما نقدروش نهربوا. قاسي سعيد مولوديه وجياسكا سيربي تقدر تستثمر كما استثمروا بارادو. هل صبر الانصار يكون مثل ما في نادي بارادو اللي ما عندوش قاعده جماهيريه كبيره؟ كاين انديه القاب وكاين انديه التكوين وكاين انديه تلعب لاسونسور طالعه هابطه. هذا هو الكلاسمون ديك الاهلي شحال عندهم المناصر ميدو؟ الاهلي ملايين. الاهلي شحال كي دائما تتحجدوا لنا بانه نادي بارادو ما عندوش انصار. عندك انصار كيما نادي الاهلي 100 مليون مصري يناصروا في النادي الاهلي. 100 مليون يناصر الاهلي. اعطيتك مثال فقط. هذا تعبير مجازي. ما عندهمش 100 مليون، ما عندهمش 100 مليون مناصر، تعبير مجازي فقط. كاين 100 مليون مصري. غوارديولا تحدث الاسبوع على النادي الاهلي، قال لهم حسيت انه عنده 10 و20 مليون مناصر. النادي الاهلي شحال عندهم مناصر في مصر؟ في مصر فقط كل مصر تناصر النادي الاهلي مقسومه على النادي الاهلي والزمالك. عنده 10 ملايين، عنده 15 مليون، عنده 20 مليون. علاش ما نقولوش النادي الاهلي عنده 20 مليون مناصر ما يقدروش، لازم له الالقاب، لازم له يدي الالقاب. يعني الاهلي جايك راك ترجع على نفسك. الاهلي يدي الالقاب ولكن يستثمر ويكون ويبيع اللاعبين وعنده مؤسسه. مكون في الاهلي اعطيني تشكيله تلعب كاس العالم للانديه، اعطيني شحال من لاعب مكون في الاهلي. مكون في الاهلي، عبد المنعم مكون في الاهلي. شحال عندهم؟ لا عندهم مينيموم واحد 7 ولا 8 مكونين في النادي الاهلي. تقول بلي النادي الاهلي ما يكونش ميدو. اسمح لي ميدو، اسمح لي ميدو، حتى اسمع مكون في الاهلي. الاهلي في كل عام عنده اكثر من 30 لاعب، اكثر من 30 لاعب يطلعوا، ماشي شرط يلعبوا في الاهلي، يقدروا 2 أو 3 يستفاد منهم الاهلي. وكاين لاعبين مثل ريال مدريد مثل برصا. علاش برصا شحال تكون في العام؟ اجاكس شحال يكون في العام؟ ريال مدريد شحال يكون في العام؟ انت راك غلط تقول ريال مدريد ما يكونش. ريال مدريد يكون لاعبين بالقناطير المقنطره، ولكن تلقاهم
في انديه متفرقه. نقعدوا نحكيو انا وياكم هنا 10 سوايع ما نقدروش نتفاهموا. انتم دائما تحجونا بالانصار، اسم اللي عنده انصار ما لازمش يدير مشروع. قاسم، هل هذه فكره؟ هل هذا منطق؟ النادي اللي عنده انصار ما لازمش يدير مشروع على خاطر الانصار ما يقدروش يصبروا، وانصار المولوديه لا عايشين